غموض حول اختطاف الموديل العراقية داليا فرهود. هل هي بالفعل اختطفت أم تم القبض عليها؟ خلال الأيام الماضية ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا والعراق بخبر خطف الموديل العراقية داليا فرهود من منزلها في مدينة جنزور غرب العاصمة الليبية طرابلس. ووفق الأنباء المتداولة في وسائل الإعلام الليبية، تم اختطاف فرهود من قبل مجموعة مسلحة مجهولة من منزلها إلى جهة غير معلومة. كما اتهم بعض الناشطين الميليشيات بالتورط في الأمر، في حين أكدت وزارة الخارجية العراقية السبت إنها تتابع مصير فتاة عراقية اختطفت في ليبيا. يشار إلى أن الفتاة تعمل في مجال الموضة، كما إنها صانعة محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، وكانت انتقلت للعيش في ليبيا منذ عام 1998 بحسب ما أكدته في إحدى التصريحات السابقة لها.